اي مساعدة لله يا استاذة. مساعدة ايه يا شحات يا متسول انت؟ غرفة ده هي جاتك القرف مليته البلد يا اخي. اي حاجة انضفوا بالله بقى عليك، بالله عليك. قافل الباب يا وليد. يا وليد ما بيردش ليه؟ يا وليد يا وليد. الله شكله مش جوه ولا ايه؟ يا وليد بقول لك يا استاذ ده امرك. تعرفش يا استاذ وليد المينا راح فين؟ هو سافر، قال لي هسافر يومين كده وهيرجع على طول. بقالي ساعة خبط ما اعرفش ان هو مش موجود. هي في اي حاجه اقدر اوصلها له؟ لا 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 خلاص شكرا. يا استاذ يا استاذ، خير في حاجة؟ بعد اذنك كان في فلوس كتير جنبي هنا، ما شفتهاش؟ لا ما شفتهاش. فلوس ايه يا شحات يا كحيان يا معفن انت؟ يا فلوس اللي بتكلمني؟ هو انت حيلتك حاجة اصلا؟ يا استاذ انا كان انا متاكد ان كان في فلوس هنا. انت شكلك كنت نايم وبتحلم. بحلم ايه يا استاذه؟ بس الله يسامحك بالله عليك لو شفتها قولي لي بس هي فين. وانت ايه اللي هيجيب معاك انت الفلوس الكتير ان شاء الله؟ هو انت بترمي بالك على الناس ولا ايه؟ بلا يا استاذ الله يسامحك، انا هكدب عليك ليه بس؟ ايه رمي البلد ده يا ربي؟ الشحات معاه فلوس كتيرة بيستعبط. بس فعلا الفلوس دي كتيرة قوي. ازاي جت جنب المتسول الشحات ده؟ ما محلتوش حاجة. ده اخر واحد هيرجع هيعطف عليه بجنيه ب2 جنيه. يمكن يكون حد اداها له. مش عارفة. بس مصلحة ايه في الجول؟ ازاي؟ الو. الو. ايه يا ياسمين عامله ايه؟ ازيك عامل ايه يا وليد؟ الحمد لله. بقول لك ايه، عايزين نتقابل، عايز اشوفك. ازاي بس؟ مش لما تنزل من السفر؟ ما انا سألت عليك وعرفت ان انت مسافر. ما انا خلاص خلصت اللي ورايا وجيت، فعايز اشوفك بقى. طب الحمد لله على السلامة. الله نورت. يسلمك. هنتقابل في المكان اللي بنتقابل فيه، ماشي؟ خلاص ماشي. اسبقيني بقى على هناك. ماشي حاضر. ماشي يا ياسمين. عماد ياسمين؟ غريبة دي بتعمل ايه هنا؟ انت اللي جابك هنا؟ انا وليد كلمني وقال لي ان هو لسه نازل من السفر وهنتقابل هنا. برضه قال لي نفس الكلام. امال في ايه؟ اكيد في حاجة غلط. اتأخر ليه؟ ازيكم عاملين ايه؟ ايه يا وليد الحمد لله على السلامة. ايه الاخبار؟ حاجة بقول ولا لكم ايه؟ كان عندي لك مفاجأة حلوة قوي. لا تعالوا معايا. تعالوا. تعالوا اتفضلوا اتفضلوا. تعالوا تعالوا يا عماد. بص يا عماد، انت طبعا عارف ان احنا خلاص فرحنا قرب. ايوه ان شاء الله. على العموم بالمناسبة دي بقى المفاجأة اللي كنت عاملها لك، البيت ده انا جبته لك يا عماد عشان عارف بقى ان انت قاعد بالايجار وما ينفعش. ازاي يا عماد؟ انا قلت لك احمد طيب وكويس وجدع. ليه هنا؟ ايوه ليك انت يا عماد. وطبعا بقى انت هتبقى اخو مراتي، ما ينفعش اسيبه كده، ده انا كمان قررت اكتبه باسمك. الله يكرمك يا احمد، بجد مش عارف اشكرك ازاي. عيب يا ابو نسب ما تقولش كده. بس ايه رايك بقى الكلام ده كله كان يعني انا فعلا كنت هعمل معك كده، لكن بعد ما اكتشفتكم على حقيقتكم يا اشكال يا زباله بقيت ما تلزمنيش. تدري نفسك يا احمد ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ليه كده؟ في ايه؟ ليه كده في ايه؟ اسال الاستاذه. المتسول اللي انت هديه في الشارع وسرقت من جنبه الفلوس، وانكرت لما جاي يقول لك الفلوس اللي كان جنب فين، انكرت ان انت شفتيها وانت اللي كنت واخداها. على فكره بقى المتسول ده كنت انا، وده كان اختبار ليكي عشان اشوفك هقدر اكمل معاك ولا لا. دي فلوس لقيتها في هتبقى زوجه صالحه ولا لا؟ انت مالكش دعوه بكل ده. انا فلوس لقيتها في الارض وخدتها. ما كنت انا المتسول وانا اللي كنت حاطط الفلوس. طب انا ما اعرفش ان انت يا احمد. اي حد يلاقي اي حاجه في الارض ياخدها كده ويمشي. امال انا اسيبها؟ ما يبقى حرام عليا برضه. طب ما هو حرام عليكي انه سالك الكلام ده، لو ما كانش في حد سالك عليها. ما هو سالك
صدقني بعد ما خدتها يا احمد ما انا ما عرفتش اتصرف. انت واحده زباله، انا اصلا مش امن ان انا اعيش معاكي او ان انت تبقى مرات او ام عيالي في انا المستقبل. غلطانه يا احمد وبعتذر لك. للاسف زقه من السطح. يلا يا اشكال يا زباله بره. يلا يا حبيبي خد اختك مع السلامه يا عالم يا حراميه. جابكم القرف. حلو انك اكتشفتها على حياتها. الواحد عايز ربنا يكرمه بزوجة صالحة تحافظ عليه، تحافظ على بيته، تتقي ربنا، تخاف ربنا. كده يا ياسمين بتعملي كده يا ياسمين؟ مش عارفني يا عماد، اصلا هو كان اختبره ان هو بيعمل فيا كده اهو. حتى لو مش هو، حتى لو حد تاني، ده فلوس حرام، احنا ما اتربناش على كده يا ياسمين. يا عماد انا ما جاش في بالي، انا لما لقيتها في الارض انا خدتها وخلاص، ما اعرفش بقى انا المفروض ان انا ارجعها. ياسمين ما تخليش الفلوس تزغلل عينك كده وترتكب اي حاجه حرام. ايه اللي انت فتيه دلوقتي كده؟ اهو سابك بعد ما كان بيقول لك كان نفسي يكمل معاكي، كفايه لو يقول لك انت كده ما بقاش زوجه صالحه. خلاص يا عماد بقى، انت هتأنبني، مش كفايه الكلام اللي هو اداهوني جوه. ربنا يسامحني بقى، خلاص يلا يا عماد من هنا.